في البداية، كانت كرة القدم مجرد هواية تمارس في المدارس والشوارع في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر. مع مرور الوقت، بدأت الأندية في الظهور وتنظيم المباريات بشكل أكثر جدية. في عام 1863 تم تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ووضع أول مجموعة من القواعد الموحدة للعبة. هذا ساهم في انتشارها وتطورها. في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت بعض الأندية في دفع رواتب للاعبين، مما أدى إلى ظهور الاحتراف تدريجيا. في عام 1885 تم الاعتراف بالاحتراف رسميا في إنجلترا. بعد ذلك، انتشرت كرة القدم بسرعة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت اللعبة الأكثر شعبية. تأسست الاتحادات الوطنية والقارية، وتم تنظيم البطولات الكبرى مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا. اليوم، كرة القدم صناعة ضخمة بمليارات الدولارات، تضم لاعبين محترفين، ومدربين، ومسؤولين، وجماهير بالملايين حول العالم. تطورت اللعبة تكتيكيا وبدنيا، وأصبحت أكثر تعقيدا وإثارة.